السلام عليكم ورحمة الله. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. معاكم دكتور أسامة عرفة، استشاري طب الاطفال وحديث الولادة ببورسعيد. وسؤال في العيادة، سؤالنا النهاردة: احدى الامهات معاها بيبي حديث الولادة وكانت بتسألني على الباسيفاير او السوسيتا او اللهاية او السكاتة اللي هي بيدوها للاطفال مكان الرضاعة عشان يهدوه كده. هل دي حاجة صحية، حاجة ممنوعة؟ ندي اصلا باسيفاير او سوزر او دومي او لهاية، او هي اسمائها كتير، فساعات بقول للناس اسم معين ما بيعرفوهوش، بس هي مشهورة في مصر هنا باسم السوسيتا او السكاتة او اللهاية. طيب هل هي حاجة كويسة ولا حاجة لأ؟ لأن سمعنا يا دكتور عنها كلام كتير بيقول إن هي بتزود الأمراض وبتعوج السنان وبتجيب التهاب في الأذن الوسطى. الكلام العلمي في هذا الأمر هي من الحاجات اللي قد نستخدمها سيف من غير أي مشكلة لثلاث أسباب بس باحتياطات معينة. رقم واحد، نستخدمها ولا لا؟ نستخدمها، ما عندناش أدنى مشكلة معاها خالص في أول 6 شهور. ده من الحاجات اللي هنقول عليها لازم نعملها كاحتياطات، إن أنا مش هطول عن 6 شهور على قد ما أقدر يعني. لكن في أول 6 شهور هستخدمها بعد ثبات الرضاعة الطبيعية. يعني مش هستخدمها من أول يوم ولا يومين، بعد أسبوع أسبوعين لما الطفل يبقى استابلشد مع مامته وماسك في صدرها كويس وقادر يرضع منها كويس، اقدر اديله التتينه او السكاته او السوسيتا. الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك، ودي واحده من الجايد لاينز المهمه عندنا، بتتكلم عليها من حيث السيفتي، بس حاطه شرط برضو موضوع الاستابلشد الرضاعه الطبيعيه عشان ما ناثرش على الرضاعه الطبيعيه ونعمل كونفيوجن او اللاتشنج بتاع الطفل يكون مش مظبوط. لكن هي ليها فايده، ليها فايده عظيمه جدا جدا جدا. عندنا حاجه اسمها sudden infant death syndrome، بعد الشر بعد الشر بعد الشر، الموت المفاجئ لحديث الولاده نتيجه توقف النفس. وده بيجي جدا مع الاطفال البري تيرم، الاطفال اللي هم نازلين قبل 37 اسبوع مبتسرين ودخلوا حضانه وعندهم مشاكل، ممكن يحصل كده. فالصدن انفانت ديث سندروم ده حاجه مرعبه، وبالتالي تلاقي الحاجه الوحيده اللي بتنبه مركز التنفس عند الطفل وتمنع الكلام ده هي التتينا والباسيفاير. على الرغم ان هي كل ما يقال عنها ده في اول 6 شهور ممكن ما يحصلش، لان السنان بتكون لسه ما طلعتش، الودان برضه في اول 6 شهور الانسيدنس بتاع التهاب الاذن الوسطى قليل قوي. الكلام ده فملهاش تاثير سلبي في الحته دي. تاني حاجه مهمه جدا جدا وانا بنصح بيها، موضوع الثامب ثاكينج، مص الاصابع. اكتر حاجه تمنعه ايه؟ الباسيفاير او السوسيتا دي او السكاته. الطفل اللي بياخد تتينا او سوسيتا او سكاته يقدر يمنع شويه موضوع مص الصوابع، لان ده بيستمر معانا اب تو سنتين 3 10 وما نعرفش نشيله، لان صوابعه ما نعرفش نوديه في حته. واكيد ناس من اللي معانا وبيسمعونا عندهم اطفال موضوع مص الاصابع ده مش لاقيين له حله من الاول موضوع الباسيفاير. طيب يبقى احنا هنا الموضوع السوسيتا موضوع قد يكون مفيد في اجزاء كبيره جدا منه، من ضمنها الصدن انفانت ديث سندروم بيمنعه، التوقف المفاجئ للنفس بيمنع مص الاصابع، بيمنع الاوفر فيدنج. يعني ايه اوفر فيدنج؟ يعني طفل بيرضع كتير جدا جدا وبيرجع من بقه وبيرجع من مناخيره ووزنه زياده وعمال يعمل بيبي ومبهدل مامته وما بيسيبش الصدر. صعب قوي قوي. حتى هم بيسموها في اللغه برضه سوزر. سوزر ده يعني بتعمل ريلاكسيشن، بتهدي الطفل، بتهدي له اعصابه وما بتنزلش اكل ولا شرب، فبنقدر نفصل وننظم بيها الامور لو طفل فاتح قوي وهاجم على مامته جامد ومبهدلها. تمام؟ يبقى احنا في 3 احتياطات. ما ينفعش ندخل السوسيتا قبل اسبوع اسبوعين لما يبقى استابلشد ومع مامته وبيرضع منها كويس. خلال ال6 شهور الاولانيين مع نهايتهم نحاول نقللها ونشيلها خالص. مهم جدا جدا نحافظ على نظافتها في الفتره دي ونحافظ عليها وتبقى مغسوله ومتغطيه كويس. لكن في النهايه هل السوسيتا كويسه ولا لا؟ السوسيتا كويسه ويمكن استخدامها بعد مرور اسبوع اسبوعين من ثبات الرضاعه الطبيعيه للطفل، لان لها فوائد وفوائد عظيمه في بعض الحاجات. اطيب تمنياتي لحضراتكم ولاطفالكم بالصحه والعافيه. شكرا.